وأكرمنا بفضله جل جلاله بقائد نعرف دينه وخلقه ولا نزكيه على الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأظهر الحق بالحق وأخزى الأحزاب وأتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب. أحمده جل جلاله هو العلي الأعلى الوهاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك فوق كل الملوك ورب الأرباب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. خلق الناس من آدم وخلق آدم من تراب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خلقه الكتاب ورأيه الصواب وقوله فصل الخطاب، قدوة الأمم وقمة الهمم ودرة المقربين والأحباب. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة المقصرة بتقوى الله العظيم، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، واستفتحوا بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد، معاشر المسلمين وأحباب رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول الحق تبارك وتعالى في محكم تبيانه بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الحمد لله الذي أرانا هذه الآية العظيمة متحققة واضحة جلية كوضوح الشمس في رابعة النهار. الحمد لله الذي حقق هذه الآية بعد أن آمنا بها وصدقنا بكلام الله جل جلاله وموعود رسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي برد القلوب وشفى الصدور، نعم، بعد الويلات التي ذاقها المسلمون في أرض الشام، مرارة التهجير والتنكيل والتدمير وعذاب المعتقلات. الحمد لله الذي شفى صدور المسلمين، نعم، بإزاحة وإزالة تلك الطغمة الفاجرة، طغمة بشار وجنده، وأرانا فيهم يوما أسودا. الحمد لله دائما وأبدا شفى صدورنا وأكرمنا بإزاحة أولئك عن حكم سوريا، وأكرمنا بفضله جل جلاله بقائد نعرف دينه وخلقه ولا نزكيه على الله. نثق بإذن الله جل جلاله بقدرته على قيادة أرض الشام المباركة حتى تصل إلى مصاف الدول المتحضرة، بل وأكثر، الحاضرة بقوتها، الشامخة باستقلالها،
المعتزة بدينها وأخلاقها، السائدة بعدلها، والعظيمة باقتصادها بإذن الله جل جلاله. فامضي أيها القائد أحمد الشرع بما أمرك الله عز وجل، وارعى حقوق الرعية، وارعى ذمة الله وذمة رسوله في المسلمين في أرض الشام، ارعى ذمة الله وذمة رسوله في المستضعفين الذين ذاقوا الويلات. ولك علينا أن نرعى ذمة الله وذمة رسوله في حق الراعي علينا بإذن الله عز وجل. فامضي ونحن معك بإذن الله. أكرمنا الله بأن عادت أرض الشام لأهلها، أليس كذلك؟ فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. والحمد لله أننا لم نمجد ذلك الطاغية المجرم أبدا، وأكرمنا الله بقائد نحسبه والله حسيبه ولا نزكيه على الله، بقائد طموح بإذن الله عز وجل. له حق علينا يا عباد الله، له حق علينا. شاب طموح ذهب لنصرة المستضعفين في أرض العراق. عندما كان شابا فتيا قاتل ونصر المستضعفين وطورد وسجن لسنوات، ثم عاد لأرض الشام لنصرة المستضعفين في أرض الشام المباركة. يحمله ذلك نصرة المستضعفين حتى يكرمه الله عز وجل ومن معه من السلة المؤمنات الصابرة المجاهدة، حتى يكرمه بالنصر أو يقتل دون ذلك. نعم يا عباد الله، بفضله جل جلاله وقف أولئك المجاهدون مع قائدهم صابرين راسخين صامدين أمام كل نازلة عصفت، وأمام كل مكيدة أحيكت، وأمام كل فاجعة ألمت، متوكلين على الله عز وجل، يعدون العدة، يجهزون الألوية والكتائب، لم يأبهوا لإرجاف المرجفين ولا تثبيط المثبطين حتى جاءت ساعة الصفر، بل ساعة الفرج والحقيقة، واتخذ قرار المعركة الذي كان توقيته من أصوب القرارات على الإطلاق لو قرأتموه سياسيا أو حللتموه، حتى جاءت ساعة الفرج وساعة الحقيقة. وأذن الله عز وجل بدك حصون بشار وجنده الذين امتلأت قلوبهم رعبا أمام قوة الله جل جلاله، الذي ملأ قلوبهم رعبا وطوى الأرض أمام جحافل المجاهدين حتى وصلوا من أقصى شمال سوريا إلى جنوبها إلى العاصمة العظيمة عاصمة الأمويين دمشق، فطهروها من دنس أولئك المجرمين الذين عاثوا فيها فسادا. طهروا عاصمة الأمويين من رجس بشار وجنده، وعادت الأرض لأهلها، وعادت الأرض لأهلها، وحقق الله موعوده لعباده. وكذلك يفعل الله ما يشاء في كل زمن وحين، يحقق وعده لعباده. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. اللهم نسألك ربنا أن تأخذ بيده وأيدينا إلى ما فيه صلاح هذه الأرض المباركة، تقام شريعتك ويحكم بحكمك يا حي يا قيوم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.